السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ النهاردة الخميس. انا بعمل ايه؟ انا جايبة بقالي كام يوم حمص الشام، عايزة اعمله صراحة، بقالي كام يوم. قلت لا يلا بقى اقوم بقى، بما ان النهاردة كده الخميس والعيال قاعدة، اقوم اتنشط واعمله. تعالوا شوفوا انا هعمله ازاي. كل واحد ليه طريقة، انا هوريكم طريقتي. طريقتي دي طريقة ماما الله يرحمها. آه، فظيعة فظيعة. فتعالوا نشوف دلوقتي هنعملها ازاي، ونسمع بالله كده ونصلي على الرسول. انا اول حاجة جبت حلة على النار فيها مية بتغلي. تمام تمام. جبت الحمص بتاعي. بالمناسبة الحمص بتاعي ده انا جايباه ونقعاه بقالي من امبارح. يعني انا جايباه لي بقى كمان، بس امبارح نقعته. وجبت مية مغلية زي ما انتوا شايفين كده، وهحطه ياخد كده غلوتين، مش هيكتر، هما غلوتين لان انا طبعا كنت نقعاه، فمش هيبقى ني. اديله كده غلوتين ونشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. بصوا بقى ايه، بصوا طلع معانا الريم اللي انتوا شايفينه ده. انا هشيل الريم خالص وهشيل الميه، هصفيه من الميه وهحطه في ميه مغليه تاني. بعد ما اشيل الريم واشيل الميه دي، يعني انا هصفيه وهجيب ميه واحطها تغلي وهحطه فيه. انا غيرت الميه وحطيت له ميه طبعا بتغلي زي ما انتوا كده اهو. بصوا هسيبه ياخد غلوتين كده بالظبط، غلوتين يندمج بس مع المية المغلية بتاعتي، وهنضيف عليه الإضافات التانية بتاعتنا. بصوا زي ما انتوا شايفين كده خلاص. هقوم جايبة صلصة الطماطم، جايبة طماطم ضربت يجي 5 حبات بالظبط، ضربتهم. هسيب ايه، طماطم تغلي شوية برضو مع المية والحمص، تاخد وتدي كده ايه مع بعضها. بقى بعد ما حطيت الطماطم طبعا قعدت غلوتين، هجيب معايا فصين توم ضربتهم واحطهم كده، وهقوم جايبه الملح بتاعي حطاه اهو. انا هحط ملح بس. بالنسبه للكمون، بالنسبه للشطه دول والليمون، دول مش بيتحطوا الا على الكوبايه. اوعي تحطي الكمون والشطه في الحله، لا حطيه في الفريش مره بمره في الكوبايه. ليه؟ بيمرر. يعني لما تسيبي الكمون وتسيبي الشطه كده فيها بتمرر. هو اخرك بس الملح اللي تحطيه، اما في الكوبايه طازه بطازه دي ايه اللي هتحطي فيها الليمون واللي هتحطي فيها الكمون بتاعك. انا هسيبها برضو تاخد وتدي كده مع بعض. اي حاجه هتحطيها لازم تسيبيها ايه تاخد وتدي كده ايه مع بعض. ورجعنا ليكم بعد ما خلصنا حمص الشام بتاعنا. عايزه اقول لكم حاجه عباره عن تحفه، تحفه بجد. زي ما قلت لكم التكه ما تحطوش الكمون والملح، الكمون والليمون في الحله، لا. زي ما انا عملت كده، حطيت الكمون وحطيت الشطه وحطيت الليمون في الكوبايه وقت ساعه الشرب على طول. الحاجات دي بتمرر يا جماعه الحاجه لما بتحطيها، لان اوريدي احنا مش هناكلها على طول في ساعتها، عشان تفضل معاكي اول يوم زي اخر يوم. الكمون والليمون والشطه هيتحطوا في الكوبايه زي ما انا حطيت كده. ده كان فيديونا النهارده، حمص الشام طلع معانا لذيذ، والطريقه دي جربوها هيطلع احلى من بره 100 مره مليون مره. كفايه اللي انت عاملاه بايدك بنظافتك بكل حاجه. ده كان فيديونا النهارده، يا رب اكون قدرت افيدكم. ما تنسونيش في اللايك والشير، واشوفكم في فيديو جديد من مطبخ ساسو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.